أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل نظم مساء يوم الاثنين بالرباط عن أسماء الفائزين برسم دورتها الخامس عشر بحضور السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والسيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال وعدد من الوزراء والشخصيات المنتمية إلى عالمي الثقافة والإعلام. وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة التقديرية إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والوكالة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإنتاج الصحفي الأمازيغي والإنتاج الصحفي الحساني وكذا الصورة. هو تتويج لواحد المسار في تحقيق التلفازي، هو تتويج الفريق العمل ككل، ولكن التتويج لشخصي انا، لان هذا العمل له فريق، وهذا الفريق اللي كيسهر على الاشتغال ليل نهار باش يكون البرنامج في المستوى. وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تهدف إلى تشجيع الكفاءة الإعلامية وتكريم الرواد في عالم مهنة المتاعب وكذا تطوير هذه المهنة التي تحتاج دائما إلى الصبر والبحث والإصرار، تعد مناسبة لدعم مجال الإعلام بصفة عامة وتقييم العمل على مستوى وزارة الثقافة والاتصال في مجال رؤيتها الاستراتيجية الجديدة.